ممكن واحد يجي يقول لي موضوع العنصريه، هقول لك انا مثلا عن تجربتي في الحياه هنا في تركيا، لكن بشكل عام ده الواقع هنا. يعني مثلا اللي انا عايز اقوله لك برضو ان انت من مصر ما تستناش، وعن تجربتي انا ما فيش اي لغه تقدر تتعلمها بالدراسه فقط، لان معظم المواقف العنصريه بتحصل بسبب فطلعنا في الطريق السريع وقفنا البوليس. لكن المهم دخلت سنه لغه التخصص بتاعتي، وبرضه زي ما انا قلت لكم كده كانت مفاجاه اكبر من مفاجاه سنه اللغه. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان اول حاجه فاجئتني ان مفيش كتب. دي اول مفاجاه كانت بالنسبه لي. انا ما اعرفش الوضع في مصر عامل ازاي، يعني هل الوضع في مصر برضو ما فيش كتب والحاجات دي او كده؟ ما اعرفش. يعني حتى الكتب مثلا اظن على ما اظن ان حتى الكتب برضو في مصر بيكون الكتب كاتبها الدكتور بتاع الجامعه، لا هنا ما فيش لا كتب كاتبها الدكتور ولا كتب عامه اصلا من الجامعه، ما فيش اي حاجه خالص من ده كله. في مكتبه الدكتور بيجي يقول لك المصادر اللي انت تقدر تدرس منها، وبتكون مصادر عالمية ومترجمة للغة التركية. بتروح المكتبة اللي في الجامعة وبتقدر تلاقي الكتب دي، لكن برضو الكتب دي انت بتتأجرها، فبالتالي هي عدد قليل، بالتالي برضو مش بتقدر تحصل عليها دايما. فانت بتتأجر الكتب دي وبتدرس منها وبعدين بترجعها تاني وبيدوك مهلة قليلة جدا والحاجات دي كلها. فكنا اللي نعمله ايه؟ كان يجي الدكتور مثلا يملينا واحنا نكتب، فاحنا كنا بنتملى وراه ونكتب الحاجات وراه مباشرة، وبعدين نروح ندرس الحاجات اللي هو كان بيقولها لنا او الحاجات اللي احنا كتبناها، سواء من اسئلة او سواء من واجبات مدرسية او واجبات مدرسية إيه؟ احنا في جامعة تمام. فسواء من واجبات مثلا في الجامعة وكده، الحاجات دي كلها يعني الاوديف ده. كان مثلا احنا عندنا مثلا دكتورة الرياضيات دي مثلا، لا دي بتيجي مثلا تخش مباشرة تكتب على السبورة وبعدين تملي وبعدين ما اعرفش وتتكلم بسرعة خرافية. فعشان ما تعملش حسابك برضو ان انت ايه، ان انت هيعملوا لك اعتبار مثلا ان انت اجنبي فبالتالي تكلموا عشانك بالراحه، لا مفيش الكلام ده. فزي ما انا قلت لك هم مفيش عندهم كتب، لكن كل اللي انت بتركز عليه ان انت تكتب ورا الدكتور كل حاجه هو بيكتبها او كل حاجه هو بيقولها او كل مثال او كل سؤال هو بيقوله. فطبعا دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. وبرضو لاحظت حاجه مهمه جدا، ان الدكاتره هنا في تركيا مقارنة بالدكاترة عندنا في مصر، أو ممكن أقارنهم حتى بمدرسين الثانوي والإعدادي عندنا في مصر. فإحنا عندنا مدرسين الإعدادي والثانوي في مصر، يعني عن تجربتي أنا أفضل 100 مرة من دكاترة الجامعات هنا في تركيا، حرفيا عن تجربتي أنا. معرفش ممكن ناس تانية مثلا تختلف التجربة بتاعتها، لكن بشكل عام ده الواقع هنا. يعني مثلا اللي أنا عايز أقوله لك برضو إن أنت من مصر ما تستناش إن أنت هتيجي هنا تركيا هتدرس في أوروبا، ما تستناش كده. لا هي تركيا حاجة بين مصر وبين أوروبا، يعني أحسن من مصر ومش أحسن من أوروبا، فبالتالي هي حاجة وسط بين الاتنين. هقول لك كمان في الحاجات الجايه او في باقي الفيديو ليه احسن من مصر، وايه اللي مخليني كمان مكمل اصلا في الحياه هنا او في الدراسه هنا مع المساوئ دي او مع الحاجات دي كلها. نسيت اقول لك برضو ان في الجامعات موجود غش. يعني انا مثلا في الامتحانات بتاعتي، احنا دلوقتي في امتحانات الفاينل وبصور برضو الفيديو يعني عادي يعني، لان زي ما انا قلت لك اصلا يعني سواء كانت اونلاين، احنا امتحاناتنا الفاينل دلوقتي اونلاين، لكن الترم الاول ما كانش اونلاين. الترم الاول كان وجها لوجه يعني، لكن سواء كانت وجها لوجه او اونلاين فالاثنين ما بيخلوش من الغش. ده مثلا امتحان مادة التخصص بتاعنا، الدكتور مدينا كام 5 ساعات، 5 ساعات مدة اللي هو الواحد ينام ويصحى ويبقى بعدين يحل الامتحان. وفي امتحان تاني الدكتورة مديانا 24 ساعة. فده وضع الامتحانات عندنا يعني. فالنظام تدريس مثلا ما تستناش مثلا ان هو زي اوروبا مثلا او زي امريكا او الحاجات دي كلها، لا نظام عادي جدا، في غش، في كل حاجه ممكن تتوقعها. بعد سنه اللغه وبعد سنه في التخصص والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي كلها في الدراسه اللي هي غالبا او معظمها حاجات سلبيه
ومحدش كان متوقعها، وأنا نفسي برضو ما كنتش متوقع الحاجات دي كلها، لكن مع الأسف ده هو الواقع. أنا زي ما قلت لكم هحكي كل حاجة بكل حيادية، أحكي الواقع، مش هحسن جزء أو هسوء جزء، أو هقول لك إن الحياة هنا جميلة جدا أو الدراسة هنا جميلة جدا والحاجات دي كلها وتعالى مفيش. أنا هقول لك الواقع عشان قبل ما تيجي تكون فاهم الدنيا هنا ماشية إزاي، وتكون فاهم الحياة هنا ماشية إزاي، عشان لما تيجي برضو ما تتفاجئش أو ما تتصدمش زي ما أنا اتصدمت واتفاجئت بالحاجات دي كلها. طيب، ممكن مثلا واحد يجي يقول لي موضوع العنصرية مثلا، بما إن إحنا بنتكلم على المساوئ نكمل المساوئ بتاعتنا. ممكن واحد يجي يقول لي موضوع العنصرية، هقول لك انا مثلا عن تجربتي في الحياه هنا في تركيا ما قابلتش عنصريه خالص، او ممكن قابلت موقفين بس، او بالكتير على ما اتذكر. يعني الموقف اللي انا اتذكره اصلا هو موقف كان واحد بس، وكان بسبب اللغه. كان بسبب اللغه. هقول لك كمان حاجه مهمه جدا جدا عن اللغه. عشان تتقن اللغه التركيه اتقان كامل، اتقان تام، عن تجربتي انا والحاجه اللي انا عملتها واللي خلتني اوصل للجي بير اللي هو المستوى الخامس واخلصه بمجموع كويس جدا. الحاجه دي ان انت اول سنه تيجي هنا فيها تركيا ابعد عن المصريين. انا ما بقولكش ابعد عن المصريين عشان المصريين وحشين والحاجات دي كلها، لا، انا بقول لك ابعد عن المصريين، عشان المصريين اللي بيجوا من مصر يقعدوا في تركيا ما بيقعدوش غير مع المصريين اللي زيهم. يعني دي حاجه انا لاحظتها جدا هنا. فانا اللي عملته ايه؟ انا اللي عملته ان اول سنه جيت فيها كنت قاعد مع المصريين 3 شهور، ما اتعلمتش فيهم تركي نهائيا ولا كلمه. الارقام في خلال ال3 شهور دي ما كنتش اعرفها. بعدين رحت قعدت في سكن، اللي هو السكن الخاص الطلابي اللي هو اليورت. قعدت في اليورت ده، احتكيت بالاتراك، اتعلمت منهم شويه لغه تركي بسيط جدا. بعدين اول ما جيت المدينه الجديده اللي انا قاعد فيها دي حاليا بعد غازي عنتاب، قعدت في شقه مع واحد تركي. كان بعدين مباشرة كل اندماجي مع الأتراك. فبالتالي عشان تتعلم اللغة، وعن تجربتي أنا مفيش أي لغة تقدر تتعلمها بالدراسة فقط نهائيا. أي لغة، أي لغة عايز تتعلمها ما بتتعلمهاش إلا من متحدثي اللغة الأصليين نفسهم. ليه؟ لأن أنت بالطريقة دي بتحل اللغة بشكل أفضل وبشكل أوسع. يعني إيه بتحل اللغة؟ يعني بتفهم اللغة، بتفهم الأمثلة، بتفهم المعاني، بتفهم الحاجات الشعبية اللي بينهم، بتفهم الثقافة برضو بتاعت الشعب عن طريق اللغة. فإن أنت تندمج مع الشعب وتتعلم منهم هم اللغة أفضل بكتير جدا من إن أنت تدرس اللغة أو إن أنت تاخد كورسات فيها أو الحاجات دي كلها. فدي التجربة بتاعتي في دراسة اللغة التركية، إن أنا كان كل اندماجي مع الأتراك، بتكلم معاهم دايما، بتعامل معاهم دايما، بفهمهم يفهموني، الحاجات دي كلها. عشان كده ما حصلش معايا مواقف عنصرية كتير، لأن معظم المواقف العنصرية بتحصل بسبب اللغة. بيكونوا جايين من أي مكان مثلا لتركيا وما بيكونوش عارفين اللغة، فبالتالي بتحصل مشاكل مثلا بسوء فهم أو حاجات زي كده. فالحمد لله عشان أنا كانت اللغة بتاعتي التركية كويسة، ما حصلش معايا أي مواقف عنصرية كتير. الموقف العنصري اللي حصل معايا برضه بسبب اللغة. كنت واقف في محطة الباص أنا وواحد صاحبي بنتكلم عربي، وبعدين كان في واحدة ورانا قاعدة بتتكلم في التليفون، فغالبا انزعجت من كلامنا أو شافتنا بنتكلم عربي، فبالتالي يعني مثلا ممكن عنصرية وكده أو الحاجات دي. فبالتالي قعدت تزعق وتشتم وما اعرفش حاجات كتير جدا. لكن الموقف كان برضو ايه، الموقف كان بسيط، ما رضيتش ارد وعديت الموقف عادي خالص كأن ما حصلش اي حاجه. قصاد الموقف العنصري ده اللي حصل برضو حاجات كتير جدا كويسه. يعني قصاد موقف عنصري واحد حصل لي مثلا اكتر من 20 موقف مثلا كويس. من ضمنهم مثلا ان انا كنت طالع في الطريق السريع رايح الحديقه، حديقه وفيها بحيره وفيها حاجات كتير جدا وملاهي والعاب وحاجات زي كده. رايح انا وصاحبي وطلعنا في الطريق السريع لان هناك ما بيروحش الباص. فطلعنا في الطريق السريع، وقفنا البوليس، لكن البوليس ما وقفناش طبعا ان هو يستجوبنا او الحاجات دي كلها، لا بالعكس. احنا قال لنا انتوا رايحين فين؟ قلنا له ان احنا رايحين المكان الفلاني ده. قال لنا تعالوا. ركبنا معاه، قعد يتكلم معانا كام كلمه عربي هو حافظهم والكلام ده، ويقول لنا العرب على راسي والمصريين على راسي وما اعرفش الكلام ده كله. وبعدين خدنا وودانا الحديقه دي، وبعدين قال لنا لو محتاجين اي حاجه تانية وما اعرفش الكلام ده كله. فموقف مثلا
فده موقف مثلا من المواقف اللي حصلت معايا الكويسه، مقابل مثلا موقف عنصري. حصل برضو معايا موقف ان اول ما كنت بثبت القيد بتاعي في جامعه غازي عنتاب كان لازم اعمل المعادله، ورحت المديريه التعليميه اللي هي تابعه للمنطقه بتاعتي عشان اعمل فيها المعادله. واللي حصل معايا هناك يعني ممكن تقولوا لي ان انا ببالغ في الوصف، لكن فعلا ده هو اللي حصل معايا. زي ما انا قلت لكم انا هتكلم بكل صراحه، يعني مش هحسن جزء عن جزء او اسوي جزء عن جزء، انا هتكلم بدون انحيازيه لاي حد او لاي طرف من الاطراف. الموقف اللي حصل معايا ان انا لما دخلت المديريه التعليميه مباشره، الموظفين المعامله اللي هم عاملوني بيها يعني او كأن مثلا ابويا هو مدير المديريه، يعني ابويا لو مدير المديريه المديريه مش هيتعاملوا معايا بالطريقه دي. دخلت للموظفين القاعدين اللي هم المفروض يعملوا لي المعادله، الموظف المسؤول راح مقعدني جنبه في المكتب بتاع زميله اللي هو كان غايب، وطلب لي قهوه، وبعدين قال لي اوصلك على غدا او الحاجات دي كلها يعني. فكان بيقعد برضه يتكلم معايا كلام كويس جدا، ويتعامل معايا تعامل كويس جدا، وياخد الورق هو اللي يروح يصوره، وهو اللي يروح يختمه من المدير، وهو اللي يروح ويوديه يعني موقف مثلا من المواقف دي يعني. مقابل مثلا موقف عنصري واحد، برضه موقف ثالث برضه حصل معايا كان كويس جدا جدا في وقت ما انا ما كنتش عارف لغه تركيه خالص، وكنت عايز اروح برضه مديريه التربيه والتعليم دي، وكنت بكلم الراجل بتاع الباص. الراجل بتاع الباص ما فهمنيش عشان انا بتكلم تركي مكسر جدا على انجليزي على عربي على حاجات كتير جدا فالمهم في واحده ست كانت فهمتني او فهمت انا بقصد ايه من الكلام بتاعي مع الراجل، فقالت لي تعالى تعالى، وكان معاها بنتها جايباها من المدرسه وكانوا مروحين البيت. راحت معايا الست دي ووصلتني لحد المديريه التعليميه، لكن ما كانتش هي المديريه التعليميه اللي انا كنت عايزها. فرجعت تاني وفي الطريق رحت قابلتها برضو، فراحت سالتني ايه اللي حصل وكده، قلت لها ان مش هي المديريه التعليميه اللي انا المفروض اروحها دي وكده. فالمهم بعدين راحت قالت لي طيب تمام هي فين وكده، قلت لها على المكان، وراحت برضو معايا ومشيت معايا 2 كيلو هي وبنتها، وبعدين وصلتني برضو للمكان نفسه او للمكان اللي هو المفروض انا اروحه، وخدت معايا صوره هي وبنتها، وقالت لي كلام كويس جدا، وبعدين مشيت. فده مثلا موقف برضو من المواقف الكويسه اللي حصلت معايا. فانا اتذكر ان انا قلت لكم موقف عنصري واحد مقابل المواقف دي كلها. فده موضوع العنصريه، عشان لو اي حد مثلا جه في دماغه ان هو يعني يكتب في التعليقات مثلا طيب انت ما اتكلمتش على العنصريه او الحاجات دي كلها. طيب نيجي للجزء الاهم، ايه اللي مخليني طيب مكمل هنا، او ايه الايجابيات اللي انا شايفها هنا اللي هي مخلياني مكمل في الحياه او في الدراسه او الحاجات دي كلها هنا في تركيا. هقول لك الايجابيات وهقول لك الحاجات اللي مخلياني مكمل